صباح الخير. النهاردة الجمعة، طبعا صاحية كل نشاط وحيوية، اتوضيت وصليت وحبيت أشارككم معايا بقية اليوم عشان النهاردة يومي طويل شوية. صباح الخير. جمعة مباركة عليكم. النهاردة بقى يومي طويل عشان النهاردة الجمعة رايحة عند ماما. صحيت بقى قلت افطر واعمل حاجة اشربها والم بقى هدومي واروح عند ماما. فتعالوا معايا بقية اليوم. عايزه اقول لكم يا جماعه انا بحب يوم الجمعه قوي، واكيد كلنا بنحب اليوم ده جدا. بحس براحه رهيبه وانا صاحيه الصبح كده ومشغله قران ومولعه بخور ومفتحه الشقه. بجد ده احلى احساس في الدنيا. فبحب اخلص بقى كل اللي ورايا ده وبعد كده البس واروح لماما. يعني مش بحب افوت الحته دي، يعني لازم الصبح اكون في بيتي ومفتحه الشبابيك ومولعه بخور ومشغله قران، وبعد كده بقى البس واشوف رايحه فين بقى اليوم كله. تعالوا بقى معايا بقيه اليوم. بصوا انا طلعت تاني علشان دايما بنسى اسيب المكوة مفتوحة، فطلعت تاني اتأكد، بس الحمد لله المرة دي مش مفتوحة. وهنا غيرت الخطة وقررت ان انا هروح لصاحبتي الاول، بعد كده هروح لماما. انا كنت رايحة اتغدى معاها عادي، بس اتفاجئنا ان مامتها داخلة علينا بكرنبايه كده زي ما انتوا شايفين، بس بصراحة كان شكلها ما شاء الله جميل. وقررت ان هي هتعمل محشي دلوقتي، وانا بصراحة يا جماعة نقطة ضعفي المحشي. تعالوا بقى اوريكم هما بيعملوه ازاي. انا ما عملتش محشي قبل كده. هما بقى بيعملوه دي مية سلق، بيحطوا فيها معلقة كمون ومعلقة ملح ومعلقة سكر، وبينزلوا بقى بالكرنب كده زي ما انتوا شايفين، اللي هو بس يتسلق بسيط كده عشان يعني ينفع يتقطع. بصوا اصلا الكرنب بجد ما شاء الله بجد. هنا بقى طنط كانت بتقطع الكرنب. بصوا انا كنت اللي هو قاعده انا عايزه يخلص باي طريقه، وكمان ريحه الكرنب يعني كرنبه صبحه كده، فكان شكله بجد مش طبيعي. دي بقى الصلصه بتاعت المحشي. هي اصلا بتعمل الصلصه في الفريزر وبتسيبها، يعني بتعمل التسبيكه بتاعت المحشي في الفريزر وبتسيبها يا دوبك، بس بتطلعها تفك كده شويه وبتنزل بيها على الرز. حطت بقى بصوا الخضره، بجد يا جماعه الريحه كانت مش طبيعيه. حرفيا المحشي ده اتعمل في ساعتين تقريبا. ما شاء الله بجد. بصوا انا المحشي ما كانش لسه استوى، انا حاولت اعمل بصراحه ما عرفتش. حاولت الف يعني الكرنب ما عرفتش. شايفين بقى البتنجان والفلفل، انا بحب قوي الصوص بتاع البتنجان ده جدا، بحب اكل بيه بقى الفراخ والبتنجان وكده. بجد بصوا بعد ما الاكل خلص كان تحفه وجوسي بقى كده وطعمه رهيب ما شاء الله. وجنبه بقى لسان العصفور والصوص اللي هو بتاع البتنجان والملوخيه. شربت بقى كوبايه الشاي بالنعناع، ودي اهم حاجه طبعا في اليوم. وخلصت بقى ونزلت، وطبعا وصلت هنا بقى عند ماما اخيرا بعد يوم طويل. واول ما دخلت بصراحه لقيت مفاجاه عجبتني جدا جدا جدا. تعالوا اوريها لكم بقى مع بعض. دي هديه جات لي من سما وجنى، اخواتي يعني. انا بقالي فتره في حاجه كده عايزه اطلبها، فكل شويه يعني بيحصل حاجه، يعني المهم ان انا ايه بتاخر في ان انا اطلبها. فسما وجانا كانوا بيطلبوا حاجات ليهم، فايه بقى افتكروا ان انا كنت عايزه حاجه فطلبوا لي بقى معاهم. فبقالهم بقى شويه كل شويه يقولوا لي انت فين، انت مش هتيجي، مش عارف ايه وكده. كل شويه اقول لهم في ايه في ايه في ايه. بس بقى فلما جيت لقيتهم بقى جايبين لي الهديه القمر دي. مش متخيلين انا مبسوطه ازاي. لاني بحب قوي لما يكون نفسي في حاجه وتجيلي من غير، يعني من غير ايه ما حد يحسسني ان هو جابها لي او كده، او ان انا بكون بتكلم عادي. يعني انا كنت بتكلم عادي وبقول لهم ان انا عايزه اطلب بيها، فانا بقول لكم كنت بتكلم عادي ان انا اصلا كنت بوريهم ان انا عايزه اجيب الحاجه دي، فكنت باخد رايهم فيها. بس اتفاجئت بقى لما جيت بيها، وما جابوليش بقى الحاجه دي بس، لا ده جابولي كمان حاجات انا بحبها. يعني حاجات انا كنت يعني ما كنتش بقول كمان ان انا عايزاها، يعني انا بس هم عارفين ان الحاجه دي انا بحبها فجابوها لي فوق الحاجه اللي كنت باخد رايهم فيها. فتعالوا نفتح ونعمل انبوكسنج مع بعض. بصوا بقى، شايفين الحلاوه والقمر. بصوا اول حاجه بقى اوريها لكم التوك، عشان انا يا جماعه اي مكان بروحه لازم اجيب توك، بحب التوك قوي. فانا كنت يعني هم عارفين ان انا بحب استخدم التوك الصغنونه دي، فجابوها لي. اول حاجه دي
انا مبسوطه بيها. تعالوا بقى نطلع بقيه الحاجه، انا بهدلتها خالص. دي باودر بلاش وده كومباكت باودر. تعالوا بقى اوريها لكم. ده براند يا جماعه اسمها هزيل، لوكال براند يعني، براند مصري. بتعمل ميك اب تحفه. انا كنت شايفه ريفيوهات عنها كتير، فهي كان نفسي قوي اجرب كام حاجه من عندها. دي باودر اللي هي الكومباكت. بصوا هو هاي اند، بصوا الباكج بتاعتها تحفه. بجد حلوه قوي، عجبتني قوي قوي قوي. انا كنت متردده وانا يعني ما كنتش عارفه هتبقى ايه، بس انا شايفه الريفيوهات عنها حلوه جدا. بس بصراحه اللي هو الباودر بلاش، بصوا يا جماعه هو ده البراند. هايلايت مش هيبان قوي هنا، لونه حلو قوي، تحفه. اختيار موفق. تحفه. اختيار موفق ولا مش اختيار موفق؟ اختيار موفق. انتوا جبتوا نفس اللون؟ لا انا كنت باخد رايكم. ايوه احنا جايبين منه برضو. جبتوا نفس اللون، نفس ده اللون الباربي ده نازل ترندي قوي. هو لونه، بصي هو اصلا مكتوب عليه باربي. فهو تحسوه اللي هو بتاع باربي يعني. بس هو بجد والله حلو قوي قوي يعني. دي بقى يا جماعه، دي من، يعني مش عارفه اقول لكم ايه، كل اللي بيستخدمها او كل اللي هيستخدمها يعرف انا قصدي ايه. دي بجد من اكتر البرفانات اللي انا بعشقها. عارفين لما ترشوا حاجه كده وتحسوا ان هي ريحتها بتهدي اعصابكم، ريحتها ريحه كده، لا مش عارفه اقول لكم ريحتها ايه، بس هي بجد ريحتها تحفه. انا ما بستغناش عنها، بحبها قوي وهم عارفين ان انا بحبها قوي، فعشان كده جابولي الترافل سايز دي. انا عندي منها البيج وفي منها البينك. ما شميتش البينك بصراحه قبل كده، بس البيج ودي تحفه، دي فظيعه يا جماعه، جربوها. اسمها نيرسيسو، تحفه. دي بقى دي كده تالت حاجه، رابع حاجه بالتوك يعني. تعالوا بقى هسيب سما وجنى هما اللي يقولوا لكم الريفيو بتاعه. قولوا مثلا. احنا واحنا علي بنجيب صوتك. اصلا بنجيب لها الحاجات وكده، لقينا مود ده اللي هو البالي ده. بجد يا جماعه نسخه من فيكتوريا سيكريت، واحد كده بس بلاش برضه هي بتعشقه، فاحنا قلنا هو ده نفس أشبه الريحه حاجة بالظبط، ليه. بجد هو شبهه جدا جدا جدا، واكتر حاجه شبهها كده وهي بجد عشان هي بتحب النوع ده في فيكتوريا سيكريت قوي. بصوا هو ريحته صيفي كده وفواكه، هو ريحته فواكه، يعني اللي بيحب الفواكه او الحاجه الشوجر شويه هيحبه قوي، وكمان بيبقى حلو قوي الايام دي. ثابت قوي يا جماعه، ثابت اه بجد. ثباته حلو جدا يعني. مش اي بادي سبلاش بيبقى ثباته حلو اصلا، غير بقى الحاجات اللي هي البراند وكده. بجد لا، وخدي بالك في شركات عالميه والبادي سبلاش بتاعها مش بيثبت، وكلنا عارفينها اكيد. بصوا ده بقى كوريكت من روزبيري. بس انا فتحته بصراحه اهو، بصوا اهو اللون بتاعه. ده بيتحط تحت الكونسيلر، بيخلي الكونسيلر لونه مش جراي، يعني ما يقلبش جراي، لان ساعات بنحط الكونسيلر لونه بيقلب جراي كده في الاخر فمش بيبقى حلو، فده لما بيتحط قبليه يعني بيبقى حلو قوي. ده بقى الكونسيلر من روز جولد. ده برضو لسه ما جربتوش، فمش عارفه هيبقى حلو ولا ايه، عشان انا مش اي كونسيلر بصراحه بحبه. فده هجربه واشوف يعني. ده احنا جربناه، هو فول كفرج كده وتقيل يعني، علي صوتك شويه قوي. ماشي، هم اكيد سمعوك. ده بقى ليب جلوس جليتر، لونه حلو قوي قوي، لونه بينك كده، بجد لونه تحفه. ده اخر حاجه، خلاص مفيش حاجه تاني اهو. بصراحه ده ليه الليب كومبو بتاعه معين، يعني مش بيتحط كده مش بيتحط كده وخلاص، هو ليه
وبنحط بس منه حته صغيره في النص كده بيبقى تحفه. بص انا عماله ادور اشوف كده خلاص. ايه رايك بقى؟ تحفه بجد، كل حاجه تحفه، وبجد بشكركم من قلبي، بجد فرحانه بيهم قوي قوي قوي. ايه بجد الحاجات عجبتك والله عجبتني جدا جدا جدا، وفرحانه بيهم قوي قوي قوي. حبيبتي يا لولو. واكتر حاجه فرحانه بيها التوك. احنا عارفين ان انت بتحبي التوك قوي وبتضيعي كل التوك. تتهني بيهم يا روحي. ميرسي. لو عجبكم الفيديو اعملوا شير ولايك وسبسكرايب. باي باي.